أهلا بكم عبر شارع الفن. نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. النجم سعد رمضان، اهلا وسهلا فيك. اليوم نحن اليوم عندك. ايه حبيبي انت. اهلا وسهلا فينا عندك حبيبي انت، اهلا وسهلا فيك وبكل متابعينك. فينا نقول بعد مرة كمان ما حدا خصه فينا، نحن حرين. اي والله. غنينا اجمل اغاني اليوم، سافرنا معك هيك بتذكر سفر مجانية من جنوب لبنان ما بعرف لوين طرنا. هالاغنية بدي لك الف مبروك، حلوة كتير. ورجعنا كمان استحضرنا اغنية ما حدا خصه فينا. صح، يعني غنينا نسيتك والله اخر اغنية حبتها الناس كتير الحمد لله. غنينا انت وانا، وغنينا شو محسودين. لا شك هيدي دائما من اوائل الاغاني اللي بتنطلب، نظرا يعني لانه الاغنيه عن جد لقت نجاح كتير كبير. وغنينا البيت اللبناني، صار لها زمان نازل الاغنيه، بس لانه دبكه وكذا والحمد لله العالم بعدها بتحبها كمان اكيد. حسيت بيوم من الايام سعد؟ ما بعرف صراحه، يعني انا ما بفكر بهذه الامور. انا بعتبر انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي الانسان. يعني بعد اليوم شو نطرنا بعد الصيفية؟ يمكن بعدها بأولا بعدنا مشوقين في حفلات سعد. ايه اكيد. هلا اكيد موسم الصيف كان كثير حلو سبيشالي بلبنان. يعني هالسنه كانت كل العالم كل الزملاء عم بيحكوا على نفس الموضوع، انه هالسنه كانت حلوه على صعيد الفن يعني وصعيد الحفلات. لقدام اكيد بعد في اشياء. في عنا اغنيه جديده ان شاء الله، كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، وحفلات بين لبنان سوريا ان شاء الله باذن الله، العراق. فقريبا ان شاء الله بعطيكم ديتس بالضبط. اليوم خسرنا ضلع من ارزة لبنان هي الكبيره، نجاح سلام. هيك شو بتقول لروحها؟ اغنيه بعد لهلا حول يا غنام غير يا زيل وكل الاغاني اللي ربينا عليها. الست نجاح سلام الله يرحمها ويكون مثواها الجنه يا رب. اللي مثل نجاح سلام ومثل وديع الصافي اكيد مع حفظ الالقاب للكل، ومثل الصبوحه ومثل هالعالم كلياتهم، هول ما بيموتوا. يعني هول بضل ارشيفهم موجود واغانيهم موجوده، بضل تاريخهم موجود. وهيدا شيء صراحه يمكن كل فنان على وجه الارض بيتمناه، انه لما يغادر هيدي الحياه يضل هيدا اللي اشتغل عليه والارث الفني موجود. اوريدي هالاشخاص اللي فرقونا عملوا هيدي البصمة اللي ما بتموت ولا يوم من الأيام. الله يرحمها ويصبر عائلتها يا رب ويصبرنا. والفن خسر حدا مدرسة كتير كبيرة. صح. بما انه عم نحكي عن الارث، انت ما نقول بابا سعد؟ ما بعرف صراحة. بتمنى قريبا، اتمنى قريبا، بس بعد ما في شيء. كتير بحب. انا كتير بحب قصة الاستقرار والزواج والعائلة والولاد، كتير بحبها. بس نصيب يعني ما حدا بيعرف اي متى النصيب. يمكن بكره، يمكن بعد سنه، ما الله اعلم. طول بعمرك وتضل هيك عم تعطينا اشياء حلوه. بدي اشكر المولى لانه دائما عم بيقدموا لنا هيك نجوم. نحن عم نستمر معهم من اول الطريق. كمان زرناك ببيتك ما شاء الله. انت جون انت رفيق قبل ما تكون أكيد. قبل ما تكون اعلامي. انت صديق لإلي كمان على الصعيد الشخصي، وحدا بحبه كتير وبنبسط لما بعمل انترفيو انا وياك. حبيبي انت. عرفنا انه خبرتنا العصفوره اللي بتطير دائما انه في برنامج ستار اكاديمي في دورات جديده. شو تعليقك؟ والله يا ريت صراحه، يا ريت. اشتقنا لك. بروجرام ستار اكاديمي مختلف من بداياته، كان مختلف عن كل البروجرامات الباقيه، وللان بعده مختلف وبعده ما في مثله بروجرام هلا بهالتفاصيل. عم بيحكوا بهالفكره اللي موجوده بستار اكاديمي. اكزاكتلي. اتمنى انه يرجع ستار اكاديمي. اتمنى اكيد. لو كنت نوميني انت اليوم شو بتعمل؟ انا على فكره يعني انا الوحيد اللي مجرب قصه النوميني بسنتي. فما بعرف هذا الشعور. بس دائما بقول انا هلا قلت على المسرح اخر شيء انه الحياه ربح وخساره، ومش معناتها اذا خسر الواحد هلا معناتها خلص نهايه الدنيا. بيخسر الواحد بيرجع بينجح، بيجرب مره واثنين وثلاثه بيرجع بينجح. وهذا اللي صار معي انا من بداياتي لليوم، وبعد بيصير وبعد بنضل نخسر ونربح. This is life يعني. اليوم شفنا مايا النعمي ممكن يجمعك ديو مع احد نجوم الستار اكاديمي، او يمكن حدا ما بعرف في هالفكره او لا. ما عندي مشكله مع اي حدا انا صوته حلو. ما عندي مشكله مع اي حدا بيقدر يضيف لإلي وانا اضيف لإله اكيد لا شك. عن جوائز الميركس دور كنت موافق عن اللي صار؟ ما عم نشوفك هيك دايما ما بعرف. شوف انا اخذت الميركس دور اول بداياتي، يعني وقت خلص الوقت وقت هيدي المرحله الحقبه يعني اللي كنت فيها. بحبها كتير الميركس دور، بعتبرها جائزة كتير إلها قيمة.
وجائزة جدا هيك بتفرجي صورة لبنان قديش راقي وقديش هالشعب راقي. بتمنى التوفيق لكل اللي كانوا موجودين ولكل اللي اخذوا الجوائز. ما حتى ولك برايك لبنان حيرجع لانه اشتقنا للبيئه اللي كنا فيها للبرامج يعني كل البرامج استاذ سعد كل البرامج صاروا برا يعني احنا بنزعل انه ذا فويس صار اكاديمي الكل اذا رجعوا عم نشوفهم برا يعني كنا على ارضنا كانوا انتزعوا منا. لا شك انه مرقنا بظروف صعبه وعم نمر بظروف صعبه بس على صعيد البروجرامات اكيد كثير اشياء خفت وكان في كثير بروجرامات مؤخرا بطلت موجوده بلبنان بس على صعيد لبنان يعني بتحس انه بعده هالبلد واقف على اجريه برغم كل الظروف اللي صارت برغم كل شيء. مثل ما قلت لك الصيفيه كانت كتير حلوه بلا شك. اي بلد اليوم اللي عم يمرق فيه لبنان مش بس لحاله يعني في كتير بلدان يعني كندا عم تمرق بظروف. كندا انا اختي عايشه بكندا بتقول لي عم تمرق بظروف عم بيمرق يعني كندا عم تمرق بظروف امريكا عم تمرق بظروف كل البلدان عم تمرق بظروف يعني عم تفهم شو قصدي. فينا نرجع نسمعهم ما حدا خصه فينا. وما حدا خصه فينا. فينا سمعوني اياها شوي بنهايه يلا تفضل. ما حدا خصه فينا نحن حرين نحن من الحب خلقنا وهن خلقوا من طين صدقيني 3/4 من بعضن زهقانين تيصيروا مثلي ومثلك بالدنيا حياة سنين. الله هذه الخامة الحلوة على فكرة صاروا عم يعملوا حفلات طلاق هلا. والله كمان يا عيني صاروا يعملوا حفلة طلاق بجيبوا جاتو صايرين عم نشوف كثير اشياء مش بس على هيدي القصة. الله يسترنا من اللي جاي. أنا بدي أتشكرك سعد أنت صديق وفي كتير وحبك كتير بحب وسام بحب آل المولى كلهم. إن شاء الله نشوفك بعد بمراتب أعلى وأعلى. بدي أسمع منك كلمة بابا إن شاء الله يا رب. أتمنى تحية لوالدتك كمان. أكيد حبيبي أنت تحية لكل أهلك كمان حبيبي أنت. شكرا أستاذ. ثانك يو حبيبي. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة.